السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يلا بسرعة تعالوا نعمل مع بعض أحلى طاجن مكرونة بالإيه، ولا هقول لكم لحمة ولا فراخ، بالكبد والقوانص. تاتا إيه، أنا أكلته في محل بره بس طاجن بالكبدة. انا هعمل النهارده طاجن بالكبد والقوانص. هي يعني على فكره. يلا مقاديرنا على السريع. معانا نص كيلو كبد وقوانص مغسول ومتنضف جدا ومنقوع ومتظبط ومتخرط. الكبد والقوانص متقطعه في جنب، والكبد قصدي سوري متقطعه في جنب والقوانص في جنب. ومعنا طبق بصل وطبق فلفل اخضر وقرن فلفل احمر. حله سخنه تسخن على النار، نحط فيها معلقتين زيت اتنين. هننزل بالقوانص الاول. ركزوا معايا في الخطوه دي عشان طبعا القوانص بتاخد سوا، وانتوا طبعا كلكم عارفين وشطار، مش محتاجين يعني ان ايه ان اقول لكم. هننزل كده بالقوانص، هتاخد تشويحه كده وهتنزل كل الدهون والسمين اللي فيها زي ما انت حضرتك الابيض ده كله. ايوه، كل ده هيسيح اصلا دلوقتي، مش هيكون لي وجود خالص. هتاخد تشويحه زي كده. شايفين السمين كله اللي هي نزلته. انا كنت حاطه معلقتين او 3 معالق زيت بس. شايفين هي نزلت قد ايه؟ تمام. بعد كده ادي المكرونه بتاعتنا. انا مش هعملها مكرونه قلم، انا هعملها مكرونه خواتم. دول 3 كيس مكرونه اهو. هنزلها نص سوا. المكرونه دي مش هخليها تستوي تسوا جامد عشان لسه هتستوي في الفرن. ادي الكبد والقوانص بتاعتنا بوريكم القدام اللي هي نزلته. هننزل عليهم بالكبد برضو تتشوح معاها. مش هنحط توابل ولا اي حاجه دلوقتي خالص. هتتشوح برضو، تاخد تشويحه كده معاها على السريع. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك ثم اللايك ثم اللايك يا احلى متابعين انتوا. وثم الشير اهم حاجه برضه عشان غيركم يستفيد بالمعلومه، تفيدوا غيركم ويحبوا الفكره ديت. دي فكرتي الصراحه من دماغي يعني. كل الافكار اللي انا بعملها وبنزلها لكم من افكاري. كده شوحناها مع بعض. هننزل بطبق البصل اللي احنا خرطناه مش كتير يعني، برضه هيتشوحوا مع بعض. كل ما يتشوحوا كده مع بعض ننزل عليه بالحاجات التانية. هتاخد تشويحه بعدين ننزل بالفلفل. ادي خدت تشويح. يلا انزل. ايه ده؟ لا ما نزلناش بالفلفل ده، احنا نزلنا بالبهارات. طيب معانا التوابل بتاعتنا فلفل وكمون وملح. ده الكمون. وحطينا الملح. وهنحط كزبره. ادي الفلفل الاسود اهو. وهنحط بهارات. دي التوابل بتاعتنا ولا اكتر ولا اقل. نزلنا بالفلفل الاخضر ومعاه قرن الفلفل الاحمر. طبعا انا مش هخرط قطع عليها خالص لان انتوا عارفين. هنفضل ناخدها تقليبه كده، تاخد تشويحه برضو زي اخواتها. وهننزل عليها بخلاط القوطه. نسيت اقول لكم سوري معلش. هحط عليها معلقه دقه بما ان احنا ما حطيناش توم. هحط عليها معلقه دقه من الهون من اللي احنا عاملينها. عباره عن ايه؟ قرن شطه احمر مفروم مع توم مع ملح. هي دي الدقه بتاعتي اللي انا بعملها البتنجان وكل حاجه يعني. شايفين كده؟ كده خدت تشويحة معانا. ممكن تتاكل كده على فكرة بالعيش، بس احنا هنعملها على مكرونة، فبالتالي اللي انا هحط عليها خلاط قوطة. اديني حطيت كده الخلاط القوطة. هسيبها تتسبك بس ايه، قبل ما تتسبك هحط فيها كم ورقة لوري. وهحط عليها معلقة دبس رمان اهي. ادي اللوري ومعلقة دبس رمان بالمرة. يلا يا اختي، ادي الدبس الرمان اهو. معلقه صغيره بس عشان ما تبقاش الحاجه ميززه بس. ايوه بس كده كفايه. هسيبها بقى لحد ما تتسبك. انت عايزه تضيفي بابريكا، تحمرها شويه حطي. انا عن نفسي حطيت شويه بس مش عارفه ما ظهرتش في المقطع ليه. انت يعني لو انت ما عندكيش صلصه او ما عندكيش قوطه كفايه وكده وعايزه تحمري الصلصه حطي شويه بابريكا، او لا اما صلصه علب معلبه يعني. طبعا الطواجن بتاعتنا هحط في كل طاجن كده معلقه زيت عشان خاطر المكرونه بتاعتنا ما تلزقش في القاع. نعملها بالفرشه كده.
طبعا الصلصة بتاعتنا اتسبكت، والمكرونة أنا عملتها سلقتها نص سلقة زي ما حضراتكم شايفين. هحط طبعا كمية المكرونة اللي انا عملتها ملت الطاجن الكبير ده والاتنين الصغيرين، وعملت الحلة اللي معايا يعني. الحلة دي كان فاض فيها صلصة، حطيت في قلبها باقي المكرونة يعني. بس بجد كانت خطيرة والله، والله تحفة. كل شوية جوزي والجماعة كل شوية يقولوا تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك، عجبتهم قوي. طبعا اللوري ده عامل ريحة وطعم حكاية برضو ما اقولكوش. توابل بسيطة، اللي مش بيحب التوابل كتيرة في الأكل، فلفل وكمون وملح وخلاص. مكعب ماجي إذا كان متوفر عندك، مش متوفر خلاص يعني. والله جربوا الطريقة دي، مش لازم تشتروا الكبدة البلدي ام 300 جنيه ولا كده، جربوها بالكبدة القوانص، خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا هنملى الطاجن ده مكرونة. لا جوزي جه عمال يقول لي ايه الريحة دي، ايه الريحة دي، شامم ريحة في الفرن بس مش عارف ايه هي اصلا. يفكر ان انا عاملة المكرونة بالكبد القوانص على البوتاجاز من فوق. ايه رأيكم؟ شوفوا في الاخر واحكموا اذا كانت حلوه ولا وحشه. بس ما تقولوش اذا كانت وحشه او حلوه من الصوره، لا، انا عايزاكم انتوا تجربوها وتعملوها عندكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها، يعني حلوه ولا وحشه. اهم حاجه الصراحه يعني، قولوا لي رايكم بصراحه. كده خلصناها. هغطيها انا طبعا عشان ما عنديش فويل اغطيها بصواني او بحاجه المونيا. طبعا دلوقتي دخلتها الفرن، خدت حوالي 10 دقايق ربع ساعه من تحت خالص. هنقلب كده الطاجن الكبير، بس تقيل جدا على الصراحة يعني، هو تقيل وسخن مولع، مش قادرة اوصف لكم جماله الصراحة يعني. تقيل جدا، مش عارفة اقلبه. نهار ابيض، ربنا يستر. ان شاء الله يخرج سليم ان شاء الله، لسه خارج حالا حالا من الفرن. والله يا جماعة شكله تحفة وطعمه تحفتين، يعني مش الشكل بس، اهم حاجة الطعم. يمكن الصورة تكون خداعة بس الطعم بجد بجد والله والله حكاية. جربوا الطريقة ديت ومش هتندموا عليها ابدا ابدا ابدا. اذا كنت مثلا عندك عزومة او اي حاجة وعندك كبد او ناس مش هتكفي، ممكن تعمليها على مكرونة جنبها كيس شيبسي، طبق مخلل، اي حاجة، طبق خيار. ظبطي كده الاكلة والله تحفة تحفة تحفة. ادي الطاجن الصغنن هفضيه برضو بس مولع. شايفين اهو، شايفين النار؟ اوه. شايفين يا جماله يا جماله. يا سلام على الحلاوه والجمال. تنسونيش في اللايك والاشتراك وسبسكرايب للقناه. احلى متابعين، استنوني في الفيديو القادم ان شاء الله، جايه لكم فيديو جديد. وتقولوا ايه رايكم، تكتبوا لي في الكومنتات اذا كان حلو ولا وحش. شايفين ادي الشكل النهائي بتاعنا. حطيت كده شويه زيتون جنبها على طبق خيار طرنشات، كيس شيبسي، اي حاجه كده تحلي الاكله. شايفين شكله وجماله تحفه، مش ناقصه اي حاجه خالص.